السلام عليكم، مرحبا بكم فيديو جديد. نتمنى تكونوا على خير وبخير. الفيديو ديال اليوم كما كتشوفوا غادي نحضروا الشباكيه اللي ما كتخطاناش في رمضان. الله يدخلوا علينا بالصحه والسلامه وبطول العمر ان شاء الله. الشباكيه اللي سبق لي شاركتها معكم عده مرات تقريبا، هي المعتمده اللي كنحضر كل سنه. هاد الشباكيه خصيصا الناس اللي ما كتعجبهمش الحلاوه بزاف وما كتعجبهمش هذيك الشباكيه اللي كتكون عامره بالعسل، فهذه كتجي هشيشه وفي نفس الوقت ما شارباش العسل بزاف، يعني معسله راه داخله ليها العسل حتى لداخل ولكن ماشي بكميه كثيره، كتجي لذيذه بزاف. فندوزو باش نشوفوا المقادير والطريقه ونبداو بسم الله. فالقياس اللي غادي تاخذوا به هاد المقادير هو الكاس ديال العنبه الصغير ماشي الكبير. عندي كاس الا ربع ديال الزبده اللي ذوبتها حتى تحيد منها داك اللبن كامل، رجعات غير زبده بوحدها صافيه. استعملت الزبده ديال العبار او المهم الزبده الحيوانيه ماشي مارغرين. عندي كاس الا ربع ديال الزيت عاديه، ما درتش هاد المره زيت زيتون. وعندي ما زهر اللي دوبت فيه شعيرات ديال الزعفران الحر، صفر بيضه، خماره وحده من وزن 8 غرام، حبيبات ديال المسكه الحره والملحه. وعندي هنايا الزنجلان اللي صهدته غير شويه، يعني ماشي محمر بزاف غير مصهد، لان الشباكيه غنقليوها ما خصوش يجي مور بزاف. وبالنسبه للوز خديت كاس ديال اللوز حمرته، راكم عارفين الطريقه كيفاش تحمروه. ديروا اللوز في الزيت بارده بقاو تحركوا على عافيه مهيله حتى يتقرمل مزيان. عندي حبه حلاوه والنافع والقرفه. بالنسبه لحبه حلاوه والنافع يكونوا محمرين ماشي محمرين بزاف، عاوتاني بحرا ما يجيش المذاق ديالهم مر. والقرفه انا هنا عندي قرفه البلديه كتجي النكهه ديالها زوينه في الشباكيه. بالنسبه لهاد المكونات كلهم من الاحسن تتبغيو ديروا الشباكيه او سلو عاد طحنوهم باش كتكون النكهه ديالهم مازال قويه. عندي هنايا كيلو 200 غرام ديال الدقيق، درت غير طحين عادي ماشي شرط يكون الخاص بالحلويات، المهم يكون طحين مزيان ما يكونش قديم. بالنسبه لهاد اللوز انا حتى بغيت نطحنو عاد حمرته، يعني يلا حمرته وطحنته باش يرجع يعني باش نطحنو ويرجع تقريبا بحال البخاليني. والزنجلان حتى هو راه كنطحنو هو باقي سخون شويه، يعني يلا مصهد وكنطحنو باش يتطحن ليا مزيان. هذيك المسكه الحره راه درت معها شويه ديال السكر وطحنتها غير بالصل ديال الكاس، كتبقاو تحكوها في القاع ديال القصريه غير بالكاس حتى كترجع غبره. هنايا هذا هو الزنجلان كما شفتوا، ما يحتاج انكم تغربلوه الا طحنتوه مزيان. وهذا اللوز. بالنسبه للقرفه حيت مازال جديده والنكهه ديالها قويه درت غير معلقه صغيره. النافع حتى هو درت 2 معالق صغار، وحبه حلاوه حتى هي 2 معالق صغار. وغادي نزيد الخماره. الا كانت كتعجبكم النكهه ديال حبه حلاوه ولا النافع ولا القرفه زيدوا، يعني على حسب كل واحد وشنو كيفضل. انا ما قدرتش نقوي منهم بزاف لان ريحتهم مجهده، وفاش كنكون كنقليها كتدوخني، ف داكشي علاش درت غير 2 معالق صغار. نتوما بغيتو ديروا حتى 3 ديال المعالق ديروهم. هنا راه حكيت هذوك المكونات مزيان بيدي، في الاخر رجعت درت صفايه لان لقيتها اسهل. دوزوهم بحال هكا في الصفايه باش تفاداو تبقى، يعني ربما تبقى لكم شي حاجه من الزنجلان او من اللوز. كنخلطوا هذوك المكونات مزيان. بعد غادي نزيد دابا الزيت، الزبده. كما شفتوا الزبده راه مذوبه مزيان ما فيهاش نهائيا هذاك اللبن. فاش كتذوب كتخليوها تبقى كتغلي واحد شويه وكتصفيوها. المهم هنا راه نسيت ما ذكرتش لكم في المكونات في الاول، واحد 2 معالق كبار ديال الخل. ما تكتروش الخل بزاف،
بحرا ما يفرتتش ليكم العجينه، او عفوا يعني ما يفرتتش ليكم الشباكيه فاش تكون كتقلى. وغادي نزيدو هذاك الصفر ديال البيض ونجمعوه بما زهر. بالنسبه لهذا القياس هذا ديال الطحين راه دخل ليا هذيك القرعه ديال المزهر ديال 250 ملي. درت هذيك القرعه كلها وبقى خاصني شويه، يعني بقات قاصحه شي شويه، وزيد كملت غير بالماء. العجينه خصها تكون بحال هكا، تكون قاصحه ودلكوها مزيان. الا فيكم شي جهد دلكوا العجينه مزيان، الا ما قدرتوش غادي تبقاو كدلكوا غير واحد شويه، وديروا العجينه في البلاستيك تخليوها تريح 10 دقائق حتى ربع ساعه، وترجعوا تدلكوا شويه، وتبقاو بحال هكا حتى كتحصلوا على القوام المطلوب ديال العجين. كنكوروهم ومن بعد غادي نطلق العجينه بحال هكا ونشكلها بحال المسمنه باش كيجيونا دوك المربعات متساويين، وكتجينا حتى الخدمه منظمه وسهله. الا كنتو اول مره غادي ديروا الشباكيه فما تخفوش العجينه بزاف، الا خففتوها غادي تمحنكم في التشباك. انا هنا ولا لاحظتوا راه العجينه خفيفه راه كنقصحها اكثر من هكا، لكن هاد المره راه خففتها. ردوا البال مع العجينه، وحتى الا جاب الله خففت لكم العجينه بزاف فزيدوا لها شويه ديال الطحين وعاودوا دلكوها حتى يدخل هذاك الطحين مزيان. هذاك الشيء علاش قلت لكم ديروها مربعه. هانتوما كيجي الخدمه ديالها سهله لان غادي ندوزها في الماكينه ديال سباغيتي. نعاونو شي شويه بالدلاك في الاول ومن بعد كندوزها. بالنسبه لي انا داك الرقم الاول هو 7، وكنمشي كندوز العجينه بحال هكا حتى كنوصل لرقم 3. انا عندي الرقم اللي كيخرج العجينه رقيقه بزاف هو 1 2 وموراه 3. انا دوزت في 3. الى عندكم رقم مثلا رقم 7 هو اللي كيخرج العجينه رقيقه، يعني غادي ديروا دوزوا هاد العجينه في رقم 5. ما درتهاش رقيقه بزاف، غير شويه. بالنسبه لي هذا هو القياس اللي كيعجبني. كتجي ما هي غليظه بزاف ما هي رقيقه، قياس هو هذاك. وكنبداو كنقطعوا بهذه الطريقه هذه. يعني هذه هي الطريقه المعتمده عندي اللي كنحضر بها الشباكيه كل سنه، او الطريقه المعتمده ديالي في تحضير الشباكيه عموما. كنديروا 4 ديال الشرطات والخامسه كنقطعوا فيها. كيجيو عندنا 4 ديال الاشرطه او 4 ديال الفتحات. دائما كيجيو 2 ديال الاشرطه لتحت 3 الفوق. نتمنى الطريقه ديال التشباك تجيكم سهله. حاولت ما امكن نقرب لكم الكاميرا ونحاول نبسط لكم الطريقه باش تفهموا. والطريقه ديال التشباك راه كل واحد غيشبك بطريقته. المهم هي العجينه تصدق لكم، اما التشباك راه كيما شبكتوها غادي تجي زوينه. المهم راها شباكيه. شباكيه مشبكه كيما اللي جاتكم سهله ديروها. كنشدوا هاد الجنيبات هادو قرصوا عليهم مزيان حتى تحسوا بهم انهم تلاصقوا مع بعضياتهم، وعاد غادي تبداو كتقلبوا هادوك الاشرطه. وإلا جاب الله العجينه بقات كتلصق لكم في صباعكم ما قدرتوش تحكموا فيها، غطسوا يدكم في شي شويه ديال الطحين. انا هنا راه محنتني شي شويه في الاخير لان العجينه قداش ما زادت ارتاحت كتزيد ترخف. بالنسبه للجراره باش تجيكم الخدمه سهله وتحكموا فيها مزيان، دائما شدوا حاولوا تشدوا الجراره بهذه الطريقه هذه. شدوها بحال هكا غادي تحكموا فيها احسن من انكم تشدوها بهذه الطريقه هذه.
دائما شدوها بهذه الطريقه باش تحكموا فيها مزيان. نخليكم دابا تشوفوا الطريقه ديال التشباك، نتمنى تكون واضحه وتجيكم سهله ان شاء الله. المهم بعد ما كنساليو الشباكيه كلها غادي نديرها في واحد البلاطو ونخليها حتى تنشف، غير واحد شويه، ما تنشفش بزاف، يعني خليوها واحد نص ساعه او ساعه وعاد بداو كتقليو، غير باش كتحافظ لكم على الشكل. غادي نديرها في بلاطو وغادي نغطيها بواحد المنديل، ما تغطيوهاش بالبلاستيك لانها ما غاديش تنشف، غطيوها غير بواحد المنديل بحال هكا. وندوزو دابا نوجدوا المقله باش نقليو الشباكيه. انا هنا بالنسبه لهذا القياس ديال العجين راه قليته في طرو وربع تقريبا ديال الزيت، يعني ضروري ما خاصنا نكثروا الزيت للشباكيه باش تجي عايمه، يعني الشباكيه كتبغي تجي عايمه فوق الزيت، ما تكونش الزيت قليله. عندي هنايا العسل، بالنسبه للعسل انا كنصايبو في الدار ما كنشريهش، الا بغيتوا الطريقه ديالو راني حاطه في القناه، غادي نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف اللي بغات تصاوبوا. كيجي زوين بزاف وثقيل وكذلك كيتقام رخيص، الا جيتو تشريو هاد الكميه كلها غادي تقام عليكم غالي. بالنسبه للقياس ديال القالب ديال السكر راه كفاني باش كملت هاد الشباكيه، وعاد بقى لي شويه ديال العسل، والشباكيه ديالكم كتعسل مزيان لان كتكون العسل كثيره. غادي نبدا هنايا كنقلي. بالنسبه للزيت ما تكونش سخونه بزاف، يعني انا كنقلي الشباكيه العافيه تكون مهيله باش كيدخلها الطياب لداخل وكتجي محمره، داك اللون محمر خفيف، ما كتجيش معجنه من الداخل. وخصوصا الا جربتوا هاد الطريقه ديالي لان الشباكيه رقيقه، الا كانت العافيه مجهده راه دغيا غادي تخطف ليكم الشباكيه وغادي تحمر وما غاديش يدخلها الطياب لداخل. وغادي تبقاو مقابلين الشباكيه، ما تغفلوش عليها، مره حركوها بحال هكا باش تاخد لون موحد، ما تيش حبه محمره وحبه لا، وفي نفس الوقت كيطيبوا الحبات كلهم وكيتحمروا في نفس الوقت، يعني ماشي حبه محمره وحبه بقى ما طابت. بقاو تحركوا حتى كيبانوا لكم تحمروا، وما تخليوش الشباكيه تحمر بزاف لان هذاك الزنجلان وداك اللوز كيتحرق وما كيبقاش فيها المذاق زوين، وكذلك حتى كتقصح ما كتبقاش زوينه. غير تاخد هاد اللون بحال هكا مذهب خفيف صافي غادي تحيدوها. انا هنا راه كنعمرها في الصفايه باش كنقطر هذاك الزيت مزيان حتى ما كيبقاش فيها نهائيا الزيت، عاد باش كنحطها في العسل. ما تبقاوش تهزوا مباشره الشباكيه من الزيت وتحطوها في العسل، لان الا تقطر لكم غير شويه ديال الزيت في العسل فراه كيخسرها وما كتبقاش العسل كتشد في الشباكيه. صافي غادي نخليها هنا كتعسل حلا ما توجد القليه الاخرى عاد باش نصفي هذه، وما كتجيوش وتحيدوا هاد القليه هذه وتحطوا القليه الاخرى مباشره. انا صراحه راه كنطفي على المقله، كنخلي المقله تبرد واحد شويه، يعني كنخلي هذاك الزيت يبرد واحد شويه، عاد
كنرجع نشعل البوطه وكندير القليه الاخرى، لان الزيت كتكون سخونه بزاف، وفاش كنديروا فيها الشباكيه دغيا دغيا كتخطف وكتحمر وما كتجيش الصراحه ما كتجيش زوينه. فحاولوا تبردوا الزيت واحد شويه، عاد حطوا فيها الكميه اللي بقات ديال الشباكيه. وهذا هو القياس اللي حصلت عليه. صراحه ما عبرتهاش، ما عرفتش شحال، ولكن راه كتعطي ما شاء الله كميه كثيره. الا بغيتو تحتفظوا بها في المجمد ديروها في واحد علبه ديال البلاستيك تكون كتسد مزيان، وما بين كل طبقه او طبقه فرقوا بالبلاستيك او بهذاك الورق ديال الطاي. فنتمنى تكون عجبتكم، جربوها كتجي رائعه بزاف. وكما قلت لكم في الاول، اللي ما كتعجبوش داك الحلاوه بزاف في الشباكيه فهاد الطريقه غادي تعجبكم ان شاء الله. فكيف العاده الا عجبكم الفيديو وعجبتكم الشباكيه شاركوها مع الاهل والاصدقاء ديالكم وبارطاجيوها في مواقع التواصل الاجتماعي. خليوا لي كومنتير ولايك للفيديو. خليتكم على خير، والى فيديو قادم ان شاء الله. تهلاو ليا فراسكم، السلام عليكم.